أول حاجة لو تكلمنا على تطبيق زي كريم وأوبر، التطبيقات هذه وغيرها من تطبيقات النقل حتساعدك في أنك تحصل على وظيفة تكون فول تايم أو بارت تايم، وقت كامل أو وقت جزئي. الوقت الكامل أو الجزئي اللي بتقضيه على التطبيق بيمكنك من الحصول على من 300 ريال إذا شديت هيلك إلى تقريبا 800 ريال في اليوم الواحد. في شروط وقوانين لكل من هذه التطبيقات ومثيلاتها للتسجيل في الخدمة، من موديل السيارة، من عمرك، من أيضا بعض البيانات والمعلومات اللي يحتاجوها عنك. هذه المعلومات إذا استوفت عندك تقدر تسجل في التطبيق. أعرف أشخاص موظفين بشكل كامل حتى في بنوك خارج وقت الدوام يستخدموا أوبر وكريم كوسيلة رزق. من هذه الطريقة قدروا يتركوا راتبهم، يفكوا راتبهم ولا حتى يلمسوه ويجمعوا مبالغ، لأنه سووا حاجتين، هالحاجتين أساسية خلال كل التطبيقات اللي نتكلم عليها. عندك وقت فاضي بتصرف فلوس وبتتحسن، عندك وقت شغلته بشغل حتكسب فلوس وما حيكون عندك وقت فاضي، فحتى مستوى النقد للنفس يقل بشكل جذري لأنك أصلا مشغول قاعد تكسب لقمة عيشك، وربنا عاد اللي يبارك لك. نرجع لنفس التطبيق والأشخاص اللي قاعدين يدخلوا أموال من خلال أوبر وكريم. الأموال اللي قاعدين يدخلوها قاعدة تكفيهم لا فواتيرهم ولا نقدر نقول طلعاتهم الويكندات مع الشباب وأشياء زي كذا. منهم اللي أعرفهم شخصيا هذول عزاب، وأيضا أعرف كم واحد متزوج. بعضهم أخذ التطبيق على أنه وسيلة أنه يخلي وقت فراغ أكبر بينه وبين زوجته، هي مشغولة في البيت وهو قاعد يشتغل ويسترزق على السيارة، فنوعا ما هم قاعدين قدام بعض يتناقرون طول اليوم. وأيضا في أشخاص تعرفت عليهم من خلال الخدمة نفسها أعمارهم فوق 50، مصدر دخل إضافي لهم من خلال التطبيقات نفسها، فقدروا يجيبوا أموال. بعضهم في الشهر الواحد قدر يصك 5 إلى 8,000 ريال من خلال التطبيق. بعضهم اشترى سيارة ثانية بالتقسيط علشان هي اللي يكون يستغلها في نفس الخدمة وخلى سيارته الأساسية له ولهله. وأيضا بعضهم قدر يسوي أشياء رائعة بأنه نفس الخدمة هذه من خلالها هو يحسن علاقاته وتعامله مع الناس، لأنه قاعد يتعرف على ناس كثير.